حاسة إنِك تايهة شوية؟ حاسة إنِك مش مرتاحة في بيتِك؟ حاسة إنِك كل ما تبصي حواليكِ تشوفي كركبة، خنقة، ومودِك يتعكنن؟ طب قولي لي آخر مرة حسيتِ إنِك بتحبي بيتِك كانت إمتى؟ بُصي، إحنا كتير بننسى إن البيت مش مجرد مكان بننام فيه، البيت هو حضن، هو أمان، هو المراية اللي بتعكس اللي جوانا، يعني لو جواكِ تعب البيت هيحس، ولو جواكِ حب البيت هيتغير. في بنات وستات كتير بتقول أنا مش بحب بيتي، شكله مش على ذوقي، الفرش قديم، الشقة ضيقة، الناس اللي معايا مش بتساعد، كل حاجة عليها تراب. وكل الكلام ده حقيقي ومفهوم وأنا مصدقاه. بس تعالي أقولك على حاجة، في ناس كتير عايشة في قصور وحاسة بالفراغ، حاسة بالبرودة وبالوحدة، وفي ناس في بيوت بسيطة جدا بس مليانة دفى، مليانة حب، مليانة طاقة بتطمن القلب. حب البيت مش بيتعلق بالمكان قد ما بيتعلق بنيتك تجاهه. لو نيتك ترتاحي، لو نيتك تهتمي بيه، مساحتك الآمنة هتشوفي فيها فرق. ابدأي بالحاجات الصغيرة اللي بتقول أنا بحب بيتي، لما تمسحي ترابيزة وانتي مش متضايقة، لما تنشري ملاية حلوة علشان تحسي بتغيير، لما تفتحي الشباك الصبح وتدخلي شمس حتى لو الدنيا حر، لما تشغلي قرآن أو موسيقى هادية وتخلي البيت يسمع معاكي. البيت زيه زي الإنسان، لو فضلتي تزعقي فيه وتشتكي وتقولي أنا مش طايقة المكان ده، هو كمان هيعكسلك نفس الطاقة. لكن لو قلتيله أنا شايفاك وههتم بيك، حتى لو شقتنا على قدنا أنا هخليها جنة صغيرة، هيتحول فعلا. أنا مش بقولك تروحي تعملي ديكور ب10,000 جنيه، أنا بقولك تفكري في إيه اللي بيخليكي تحسي إن المكان ده ليكي. ممكن تعلقي صورة بتحبيها، تحطي شال على الكنبة باللون بيهديكي، تشتري زرعة صغيرة أو حتى ترسمي وردة على الحيطة، تحطي برطمان فيه كروت شكر لنفسك تفتحيه كل ما تحسي إنك تعبانة. كل تفصيلة بسيطة بتقول لنفسك أنا مهمة وراحتي تستاهل. بلاش تستني لما كل حاجة تبقى مثالية، مش لازم الدنيا تبقى فاضية علشان ترتاحي. الراحة بتيجي لما تقرري تحضني المكان حتى وهو مش كامل. عارفة، في جملة بحبها، البيت مش بيحب اللي بيرتبه، البيت بيحب اللي بيحضنه. يعني مش لازم طول الوقت يكون متوضب 100%، بس لازم دايما يكون فيه لمسة منك، ريحة بتحبيها، ركن بيريحك، شال من اختيارك، فنجان قهوة هادية. وساعات الحل مش في تغيير المكان، ساعات الحل في تغيير نظرتك للمكان. بدل ما تقولي أنا زهقت من الشقة، قولي أنا محتاجة أخلق فيها لحظات حلوة. اعملي كوباية شاي واقعدي على الأرض جنب الشباك، اسمعي صوت العصافير حتى لو وسط دوشة. الهدوء جواكي مش في المكان بس. فكري دايما في كل مرة تحبي فيها بيتك بتحبي نفسك، كل مرة تنضفيه بحب بتطهري روحك، كل مرة ترتبي ركن بسيط بتعيدي ترتيبك الداخلي. حب البيت رحلة مش لحظة، ابدأيها النهاردة حتى لو بخطوة واحدة بس. افتحي قلبك لبيتك وخليه دايما يكون حضنك وقت ما الدنيا تبقى تقيلة. البيت اللي بتحبيه بيحبك أكتر، والراحة اللي بتزرعيها فيه بترجعلك أضعاف. خدي نفسك وابدأي من دلوقتي. حبي بيتك كأنك بتحضني نفسك، لأن البيت مش مجرد جدران، البيت هو انتي.